أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 129 من دروس فقه السنة النبوية، وذي الحلقة 19 من محور المعاملات أحكام وقيم. عنوان اليوم الربا. نعالج هذا الموضوع في جزئين، الجزء الأول اليوم، الجزء الثاني في حلقة قادمة إن شاء الله وقدر. أثنخدم سين يحريشين حريشة مزوار وسا في الربا، حريش ويسين في الدرس دي تدون ما يبغى ربي سبحانه. أولا قبل تعريف الربا لازم يتمثل أدن في كرا تمثال يشدن غير ثامسة الاقتصاد. زرامي في القاعدة ذهبية الناس يدرسني عدان: الأصل في العبادة الحرمة إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. المعنى أين يعني العبادات ذي الحرام يونذي عبد ربي سواني دين ربي، ونزميرارا أد نسنلفو العبادة تجديد. لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع. الشق الثاني من القاعدة: الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، وهذا من تيسير الدين. معناتها أين يعني المعاملات؟ البيع والشراء، تجارة، يكل علاقة ثيرية مثلا خدمة شو تبغي، حر مباح، سوى ما في ضد النص كيني حبس لا يجوز. مثلا كشمل الغشي دي السوق تاغن زنوزون هذا غنى كنبغان زنزنا كنبغان، ولكن ما إلا يونس كدب هذا سيني فكاني كذا وكذا نسوس فكينا راه يسك ذل الكذب صافي. الشرع سيقالو سكدي فارا. إما إلا يون يزز السلعة تسعى العيف ني يفريث يغميث ذي الحرام، تدليس، غش. إذا كان الإنسان باع لشخص آخر في السوق سلعة معينة فيها عيب مخفي، يخفي ذلك العيب، هذا من التدليس والغش المحرم شرعا. إذن مجال الاقتصاد مجال حيوي، مجال التجارة، مجال المال والأعمال. الشريعة الإسلامية وسعت ويسرت وأباحت، ولكن وضعت قيودا ومعالم لا بد أن ترعى ولا بد أن تحترم. يجي واحد يقول لك سلف لي 100 مليون سنتيم، تقول له نسلف لك القرض مليح، ولكن ماشي قرض حسن. لو طو دانتيري 10%، 10%. نسلف لك 100 مليون ولكن ترجعهم شحال؟ ترجع لي راس المال، ترجع لي مبلغ القرض زائد نسبة فوائد طو دانتيري 10%، 10%. لا يجوز. هذا الربا، والربا محرم. الربا خراب ودمار. الربا ظلم اجتماعي. الربا خراب قيمي اخلاقي. الربا دمار اقتصادي. الربا له مساوئ كثيرة، لذلك حرم في شرع الله. أي غير حرم ربي سبحانه الربا خطر ذيريث. وثقيل المقدمة ثورة سقيت مثلا نبذو الجزء الأول نهضر ما معنى الربا. أولا تعريف الربا لغة: ربا يربو ربوة، والربوة معناه الهضبة المرتفعة. أمكن علين فكان أو في القاعة اسمس ربوة تيغيلت
قبيلي تيغيلت خاطر ثولي ربي سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، سورة الحج الآية 5. وقيل من حيث اللغة، من حيث الاصطلاح ألف لغة، باء اصطلاحا شرعا، المراد بذلك الزيادة في المال، إما تكون الزيادة في الدين نظير أجل، الزيادة في القرض نظير أجل، نظير زمن، مدة معينة، أو الزيادة في الكمية والتفاضل في الأموال الربوية. الأموال الربوية الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالذهب والفضة والتمر والملح، أو ما يلحق بهذه الأموال أو بهذه الأجناس الربوية كما سيأتي البيان. وقي أولا. ثانيا الحكم التكليفي. ما راه الحكم التكليفي معناتها هل ترى الحلال نغض الحرام نغ مندوب نغ مكروه وكذا. الحكم التكليفي محرم، الربا الحرام. الأدلة كثيرة، ألف من القرآن من الكتاب، باء من السنة. أدنفذو ألف أي غرض الحرام، ما دين حاجة الحرام إلا الدليل ثورة السلم الأدلة غير الربا الحرام. نغدا ولا قيث مثلا خاطر يمكن يون السجن غاكين ندير البروبليم باش تصلحوظ إلى قلق لي زانتيري. أم يستفيض 100 مليون يدير 100 مليون صحيح اليوم بوكور ذا القرآن ذا شو ذكور أذرين تصروحاس القيماس وقاد يشفان زيك هذيك من السوق هذه ياوي 10,000 100 دينار ثنت ياوي ذي خريطيس هذه يروح للسوق قد يقضوا هذا دي شهر ضلع يوسق يوكس عن الكوراج ذي فاس 10,000 في السوق أخي 100,000 إيه صافي مثل ضاس 1,1980 سلفت له في 1980 مليون 10,000 دينار وضرك كي رجع لك 10,000 دينار هذه هي القيمة تاعها. طبعا لا، هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. نعطي الإشارة فقط ولا بيبو بالإشارة يفهم. المال هذه النقود الأوراق النقدية قيمتها خاصة في بعض البلدان، ويؤسفنا في الجزائر من هذه البلدان اللي هذه الأمور ما عندهاش. لذلك الناس حاصلين تقول له نسلف له 50 مليون، سلفت له 50 مليون في 1980 ودرك 2017 رجع لي 50 مليون. 50 مليون تاع 1980 هي 50 مليون تاع درك. يا حسرة، ما كاينش كاع شبه. إذا القدرة الشرائية راهي تختلف تماما، وهذا موضوع يحتاج إلى مزيد بيان. تكفي هذه الإشارة، ولكن معليش نتبعوا هذا المنهج العلمي فقط لبيان الأحكام الشرعية في مجال الربا. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لعل الأمر يأتي بيانه إن شاء الله في الجزء الثاني أو في حلقة من حلقاتنا القادمة إن شاء الله وقدر. الربا الحرام الآيات كثيرة، منها نروح سورة البقرة أن تكرر أمر الربا في سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن كثيرا. أبدأ على سبيل الذكر يعني على سبيل المثال الذين يأكلون الربا وقد يستن الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا لطيف يفكر ربي هذه الصورة البشعة يولي يستن الربا يستحلثها في منيس نورمال كل شيء ذو الربا أكيد يدي وصف ربي سبحانه. طبعا الموضع ماهوش موضع الشرح والتفسير باش نفصل في معاني الآيات، ولكن تكفي الإشارة. وبعدين ربي دينا أشو دينا ذلك بأنهم قالوا أشو دينا إنما البيع مثل الربا. كيف وين يزنز انت غاوسة يزنز يربح. ثوغ طوموبيل 100 مليون زنز 110 يجوز 120 يجوز. هذا المشكل. المهم سعر السوق. يقول لك كما رضى الغاس 100 مليون ظل الغاس 10 مليون زياده لو طو دانتير 10 مليون كيف اما البيع والشراء اما الربا لا. ربي يناد ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. شو دينا ربي واحل الله البيع وحرم الربا. البيع والشراء الحلال
ماذا الربا ذو الحرام. إذن هذا نص قطعي ثبوتا ودلالة، أي لا يحتمل إلا معنى واحدا هو معنى التحريم. تجد سورة البقرة الآية 275 دائما دي سورة البقرة ربي ناد يمحق الله الربا، يكسس ربي البركة، يمحقيف وكذا ربي دينان باش يسقرا يوان يشطر يحرش يسكرا يذرين ويسكرا 50 مليون و10 مليون و100 مليون، وين يحصل يوحل اسين يربح با بروبليم راني هنا هذه يغرض البنكه اي السكرا يذري من اما كاين السكرا يتحانوت اما كاين السكرا غرس يحرش خاطي غرس يربح ربي سيقرا يمحق الله الربا كساكو البركه ويربي الصدقات يفكاس ربي البركه وين يصدقان يفك ربي البركه ذي الزمرتيس البركه ذي رزقيس وين يرضلن بالقرض الحسن اسيفك ربي البركه دوين يكسب دوين يسعى ذي رزقيس. والله لا يحب كل مختال والله لا يحب كل كفار اثيم، والله لا يحب كل كفار اثيم. تجي سوره البقره الايه 276 تسد الايه النظام 278 سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ربي سمسلي المؤمنين خاطر سوى الإيمان العبد مور يؤمن راس ربي نورمال أذ يخدم ذا شو يبغى شعاره لعب شطرتك شعاره طاق على من طاق. هذه أحاديث غير صحيحة وإن رواها من رواها ولكن لا تصح. طاق على من طاق لعب شطرتك خاطئ. ربي ناد يا أيها الذين آمنوا المؤمنين اتقوا الله. يا أخي قرن أقوال ونور نتساقوا ربي ما يغلي ديون يقري فاس البول نتساقوا ربي يطفي كيد الحال أتوالد أخي يرضل سلي زانتيري وكي يروي هو كي مناسي هي كل مراقيدة ينتظران ينتحصان أشحال تذيانين شحال تلوفا قدران ياك السبة ذي الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يرنا يختميس اسمات اللمذ المؤمنين. فقال الآية 278 من سورة البقرة الآية 279 من سورة البقرة فإن لم تفعلوا ما هو الفغارة دي غواب فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا لطيف يولا ما كان يخدم القراك وضع ربي يبان نسال يخسرن. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم هوني ثوفا الله يبارك يثوب مرحبا فلكم رؤوس أموالكم أو كان رأس المالك لا تظلمون ولا تظلمون 279 من سورة البقرة. وبعدين سبحان الله شو دينا ربي مباشرة الآية 280 وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وفي قراءة هذه قراءة حفص وفي قراءة ورش فناظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا في حفص وفي ورش وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثقل الآية 280 ما يحصل وينا وسقرارة مادام مدرضة أذرم ذي الوقت فين مسفهم أي خدمة غان بورسونتاج دانتيري لا يجوز. أم بعد الآية 281 وهي آخر ما أنزل في القرآن حسب جمهرة العلماء ربي ناد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والسثرة أفسر بتوضم أفسر بثنوض واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هي كل يثيقوا الإسلام في سورة البقرة أنه غالب سورة العمران ثلاث الآية يدينا ربي سبحانه الآية 130 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله يغلب ذي خوف ربي لعلكم تفلحون. ذي سورة النساء الآية 161 ربنا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ذي الآية 39 من سورة الروم وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله. يكفي كذا الآيات اللي هضرت في الربا من السنة النبوية الأحاديث كثيرة منها. الصلاة والسلام يناد اجتنبوا السبع الموبقات جنفث ذاذث
في السبعة في مقرانين، انتم مقرانين، الذنوب في مقرانين. قالوا يا رسول الله وما هن؟ ذا شو ثنت السبعة ياكي باش أنفعل في اللاسنت؟ ذا شو سينا؟ إناد ثمزورو الشرك بالله يا لطيف. في السناف السحر، السحور يقهد مثي وشولين، السحور يقفرني ثلاوين، السحر يقفضان يرثسد وذويثيرو السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وين ينغى الإنسان نفس بغير حق في صربعة، وأكل الربا يهضرت في الربا في صربعة في خمسة، وأكل مال اليتيم وين يشن المال وجيل في ستة، والتولي يوم الزحف يوم الجهاد وفي سبعة، وقذف المحصنة وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات وين يتهم ثلاوين ذي البطل. حديث يصحى رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. إلى حديث واحد، حديث جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أنوي آكل الربا وين يتشن الربا، ومؤكله وين يتشن، خاطر دايما السين هم الرشوة، رشوة يوني فكات يوني اطفيت، وثيكوال الله جالس دلال الخير، اسمي مانيس دلال الخير. إلا قال لي مانيس اسمي الهان باش هذا يشبح، سوف لا يشبح يرقم داخل مثل ديغيركا يمزوق من برا وشحالك من داخل. الرائش لاقي الربا يرد آكل الربا، ومؤكله وين ثيتشان وثيشتشن، وكاتبه وين يحضران ليكريفان يكتب يارسان بورسونتاج، وشاهديه ولا ذو قال يشاهدان الشهود يشاهدان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هم سواء، أي سواء في الذنب والإثم وتلحقهم اللعنة، لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وحديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، المدينة لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه. ثالثا أنواع الربا، لا نسين أنواع كبيرة، نقارن ربا الديون، ربا القروض، وأيضا ربا البيوع، ربا البيع، ربا الألف نعم ألف، ربا النسيئة وهو ربا القرض. شو تواقي؟ واقي قرض مؤجل بزيادة مشروطة، ما فرض يول ميرض لي وايض أذريم وسيني أي تفكض كذا في المية، كذا في المية ان بورسونتاج لو تو دانتيري فهما دافونس، يعني الاتفاق سلفا على نسبة للفائدة. وقي قاس ربا النسيئة وهو ربا منتشر في الجاهلية، يول ما يرضى الأذريمي وايض ميد يوض الوقت باش اللي يخلص سيني أتقضي أن تربي أتخلص نغ الزيادة، وإنما يحصل مسكين هذا سيني هذه قبل الزيادة، نغ سيني أخرني أمهلني وأزيدك نغدونا دياسن، ولكن يرضلن المدين السيني وجري شوية رنويا قول شهرين 3 شهور، ولكن أشفكغ زيادة. وقي ذي الربا اسمه ربا النسيئة، ربا الزيادة وهو حرام، ربا منتشر في الجاهلية. الربا والسين اسمه ربا البيوع، ربا الفضل، ذاك يقع بين شيئين من نفس النوع ومن نفس الجنس، ما يسمى الأجناس الربوية. الذهب بالذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بيع الذهب بالذهب، إن الذهب بالذهب والفضة بالفضة المدينة، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من الأجناس متشابهة، أجناس ربوية كيف الذهب بالذهب والفضة والفضة والبر بالبر كما سيأتي البيان بعد حين في الحديث. من بعد الناد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقال أيضا في حديث آخر، في حديث جامع، قال الذهب بالذهب، ذهبك الذهب. وطبعا في مسألة حوايج التفاصيل مثلا كان لا جراند ليني خاطر تصلي ديتاي، وقي الجزء الأول مازال الجزء الثاني إن شاء الله في الدرس اللي تدون. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، أفوس بكفوس،
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وجوب التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس، وكذلك العلة. وعدم وجوب التماثل والتقابض عند اختلاف الجنس واختلاف العلة. هذه هي الفائدة نتاع هذا الحديث، وهو حديث عظيم. لذلك سمحت لي ذا كيما تفهم يعني باش نفهم كان تورا مثلا يوغ دولار الاورو نص الدينار وكذا مخلفا نورمال بمعنى ثغ يون 100 اورو 100 اورو وسقرار 100 اورو شفتي 100 100 دينار 100 دينار لا زيادني تجوز خاطر مخلفا ثقيل السكه ثقيل الجنس اختلاف العملات غدا ولا ماشي مع يسد قرار الا قد فتح نغاش الاسواق موازيه. السوق الموازيه ايضا لها اثار سلبيه على الاقتصاد الوطني، ولكن اتمنى ايضا ولاة الامور باش يراجعوا هذه المسائل بطريقه علميه شرعيه اقتصاديه دقيقه تقضي على السوق الموازيه. هذه الاشاره مهمه جدا، لازم تكون ان ريفيزيون. مالي ودي هنا يروح حوايج دوان حوايج كذا عندها تروح قوس الجمعه كاين اللي يروح ثمدي ثقا في السفره فغايه ديال دواء دغض ريون 100,000 200 300 يجوز نورمال فوس ديك فوس تتفقوا على السومه حسب سعر السوق. هذا امر جائز جبر لي ربي الاشاره تكفي خاطر لو كان نقطه ياكي لو كان هذاك الشيء ما داخليش كفر الوقت خاطر الساعه تصل الابعاد تصل لي كونسيكونس تصل لي زيفي سكوندير اثار جانبيه. ولكن اشرط اللي غندير مثل العمله استدعوا غير الملاحظه الترضيون 50 مليون 1980 الساقي 2017 لو كان يدير 50 مليون يظلميك خاطر القيمه 50 مليون ديال 1980 1980 ماشي القيمه الساعه ذا انتظار بدا يتحصى وكذا في النظام يحوج الى معالجه والى مراجعه. رابعا حكم تحريم الربا. هاي غير ربي حرم الربا لا تسبث طاس السبث مزواروث. الربا هو صورة من صور أكل مال الناس بالباطل، وربي ينادي القرآن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سورة البقرة الآية 188. وذي سورة النساء الآية 29 ربي ينادي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والربا صورة من صور أكل مال الناس بالباطل. وين يخدم دير الربا يستدير الربا أما كنتشا المال الباطل. سبات سلاف الربا ظلم ضرر اقتصادي هو من أسباب التضخم النقدي. والذين يعرفون هذه المسائل الاقتصادية المصطلح لا الترمينولوجي ديال ليكونومي اللي يفهمها معنى التضخم النقدي. الربا من أسباب التضخم النقدي يؤدي في النهاية إلى تكديس الثروة في أيدي قلة متحكمة اقتصاديا ماليا تجاريا إعلاميا وأصحاب نفوذ وأصحاب قرار. هذا موضوع له أبعاد كثيرة جدا. إذن تتكدس الثروة في أيدي المرابين على قلتهم. هو في المقابل كما يقولوا الضعفاء مساكين يزدادون فقرا ويزدادون ضعفا. الضرر والثلاثة ضرر اجتماعي يؤدي إلى سحق الضعفاء. الربا يسحق الضعفاء يدمر مقدرات الأفراد ومقدرات الشعوب. قلة متحكمة مرابية ترابي من المرابين قلة من المرابين تتحكم في مصائر كثرة من الضعفاء والفقراء، وهذا يؤدي إلى ضرر اجتماعي عميق المدى. كذلك دمار للقيم والأخلاق. لي فالور ما يلاقيو المسكين يحصل يروح روايض سيني يرض لي دا سيني أروح يطفي كيد الحال أتوالى أسيرض الوثي السفري الفوائد الربوية تذكر لما
القيم اندلت لي فالور، اندلت الاخلاق، ندير الخوف ربي، يكفي قال لك تغيب تماما. لذلك هذه مساله مهمه جدا، والغايه تبرر الوسيله عند هؤلاء. شنك ما يهمنيش، المهم ادكش من يذري من نشرح هذه الدروس اللي عندنا يتماثل نظام المشاركه، نظام المضاربه، نظام المرابحه، باش يكون ديني بالشرع ما يغلق ثبورة الحرام يلدي ثبورة الحلال. إذا قاس الفهمتين هي قاعدة، ما يغلق يوسف دبور خاطر الساعة الضرر، الساعة المفاسد، يلدي ثبورة الحلال، ماشي ديوث ماشي سنة ماشي ثلاثة. هذا هو فيس 5. الربا صانع للأزمات الاقتصادية والمالية. يك لي كريز ايكونوميك يقدران سوا سميت بدا الدونيث لا كريزا كي تنقالو 1929 شدام تذريم 2008 2008 ياك لي كريزي قدران دي الدونيث دايما الربا يلا ذفير من الازمات نغلي كريزي قدران دي الدونيث. اذا الربا صانع للازمات الاقتصاديه والماليه. الربا خراب ودمار. اخيرا خامسا قرارات المجامع الفقهيه. ذكرنا في النقطة الثانية الحكم التكليفي وقلنا بأن الربا حرام. ثم تسد فتوى جماعية قرارات المجامع الفقهية تؤكد فتاوى الاجتهاد الفردي المجتهدين بأن الربا محرم كما استمعتم سادتي. أذكر على سبيل المثال 3 قرارات المجامع الفقهية. إلى قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في 1975 لا شو دينا مما جاء فيه: ألف، الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. في الفقرة الأولى. الفقرة الثانية با كثير الربا وقليله حرام. الربا ما تصل الحرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في تحريم النوعين. جيم، الإقراض بالربا محرم. وبعدين شو دينا: ولا يرتفع إثمه عن المقترض إلا إذا دعت إليه الضرورة. سوى ما الضرورة أذيوغ الأين اللي عند الحرام أذيوغ عند الحلال. تجي مهمة تفغير الدليل. أكيد تفكير الدليل. روح لسورة البقرة الآية 173 ربنا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الآية النظام. الآية الثالثة من سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والقواعد الفقهية منها: الضرورات تبيح المحظورات. قاعدة أخرى: الضرورة تقدر بقدرها. قاعدة أخرى: إذا ضاق الأمر اتسع. قاعدة أخرى: المشقة تجلب التيسير. القواعد كثيرة، قواعد ذهبية مستنبطة من الكتاب والسنة. إذن وقي قرار المجمع البحوث الإسلامية. المؤتمر الثاني المصرف الإسلامي الذي انعقد في جمادى الثانية 1403 الموافق لشهر مارس 1983 مما جاء فيه يؤكد هذا المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تبعهم هو من الربا المحرم شرعا. ثم جيم مجمع الفقه الإسلامي بجدة في شهر صفر 1407 الموافق لشهر أكتوبر 1986 يؤكد على أنه كل زيادة عن الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا. وقي الجزء الأول. الجزء الثاني أذير إن شاء الله أحرش ويسين في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم.